في المطاعم أول ما تدخلها ترتاح، والله فيها البركة. أنا أتذكر في مطعم فول، بس ما أدري هو الشايب حي ولا ميت، ما أدري. إن ميت الله يغفر له ويرحمه، وإن حي الله يوفقه. إذا شاف الصحن عندك فضي وأنت أكلت عنده، وإذا شاف الصحن خلص، يجيك يسألك أزيدك ولا لا، يزيدك زيت وشريك وعيش. حسين باشا هذا اللي في سوق الطباخة حق الكبدة، والله أنا أتذكر وإحنا صغار، عمارنا على 11 سنة، ما كان محله هنا، كان محله قبل يعني تحت الكوبري تقريبا، الصافية. جينا معانا 11 ريال، فريق كامل 11 نفر و12 نفر، نبغى نتعشى عنده في رمضان. قلنا له نبغى صحن كبدة، قال انتوا كلكم على الصحن هذا واحد؟ قلنا ايه. ليه؟ ما عندنا فلوس. قال طيب اجلسوا. يمكن ادانا نزل لنا 5 صحون 6 صحون لين شبعنا. طيب احنا ما عندنا. قال طيب روحوا، خلاص انا طلبت منكم شيء، روحوا توكلوا على الله. ورحنا حتى ال10 ريال اللي معانا ما اخذها. شوف الناس اللي تبيع وفيها بركة، سبحان الله. مشعل الحيدري ايش يقول؟ رحنا كنا نروح عند جلال من المدرسة، نروح نطلب رز عشان ما معانا فلوس، بس معانا فلوس الرز. يجي جلال يروح يشوفنا، يروح يزيدنا دجاجة، ما معانا إلا فلوس الرز بس، دجاجة غالية. يجي جلال يقول لهم حط لهم دجاجة خلهم يشبعوا العيال وروحوا. شوف الناس اللي فيها بركة، والله العظيم. في بعض المحلات يا راجل يسد نفسك.